السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هشرح ايفنت اي سبورتس. هو الايفنت سهل، وقبل ما اشرح الايفنت نفسه بيتعمل ازاي انا هشرح لك الجوائز بتاعته اصلا عبارة عن ايه، علشان لو الجوائز مش مناسبة ليك يبقى ما تكملش الفيديو للاخر، وكمان لو حبيت ما تعملش الايفنت يبقى ما تعملوش. طيب، الجوائز عبارة عن شوية كريتات صناديق، تمام، لأسلحة معينة. وفي الآخر خالص بتاخد شخصية بيرمنت، شخصية دائمة تفضل معاك مدى الحياة. الشخصية طبعا نوبل، لكن معرفش صراحة إذا كان فيها مميزات بتتفتح ولا لأ. طيب، كل مهمة أنت بتعملها في الإيفنت ده فأنت بتاخد عليه مستوى واحد بس، وكل المطلوب منك إن أنت توصل للمستوى 20. ومجرد ما توصل للمستوى 20 فأنت هتاخد الجايزة بشكل كامل. على سبيل المثال، ان انا هنا وصلت للمستوى الخامس فاخدت 5 صناديق من الاسلحه دي، في ظل ان انا لما وصلت للمستوى الرابع اخدت الاسلحه ديت لكن لمده 7 ايام فقط، ودي مكتوب عليها تحت، تمام. وهكذا لحد لما توصل لباقي المستويات. فانا حاليا عند المستوى السادس لان انا هنا وصلت له، وكمان استلمت الجائزه بتاعته. حتى جائزه المستوى السادس عباره عن 5 صناديق، لكن جائزه المستوى العاشر فانت بتاخد الشخصيه بس 30 يوم مش دائمة. فخد بالك، المستوى العاشر بتاخد الشخصية لمدة 30 يوم، لكن لما بتكمل للآخر خالص فطبعا طول ما انت بتكمل طول ما انت بتاخد صناديق، تمام. ولما بتكمل توصل لليفل 20 فانت بتاخد الشخصية بيرمنت، وكمان بتاخد نيم كارد معاها بيرمنت دايم، ما بيتشالش من عليك. دي بالنسبة للجوائز، لكن بالنسبة للإيفنت ذات نفسه فهو بيتعمل ازاي. الإيفنت منقسم لقسمين. أول قسم ان انت بتعمل مهمات يوميه، كل يوم بتعمل 3 مهمات. والقسم الثاني ان انت مطلوب منك تعمل مهمات في ايام معينه، يعني مش كل يوم، لا، في ايام معينه. ففي كده وفي كده، ولازم تعمل الاثنين عشان توصل ليفل 20 بسرعه. طب تمام، بمجرد ما توصل ليفل 20 خلاص انت مش محتاج تعمل مهمات تاني، ولا يوميه ولا حتى مهمات في خلال مده معينه. خلاص انت خلصت الايفنت واستلمت الجائزه النهائيه، خلاص الموضوع بالنسبه لك كده خلص. طب، الايفنت عباره عن ايه اساسا؟ بالنسبه للمهمات اليوميه فهو في الوقت الحالي طالب منك ان انت تسجل الدخول للعبه. ودي طبعا كده كده هتاخدها لان انت بالفعل لما بتفتح الاكونت يبقى انت كده خلاص سجلت دخول. في نفس الوقت طالب منك ان انت تلعب 30 دقيقه في روم اس سبورتس مود، وبرضه مطلوب منك ان انت تكسب روم واحد في المود ده. يعني هو نفس المود بس انت هتلعب 30 دقيقه فيه، وكمان مطلوب منك تكسب على الاقل روم واحد. ده بالنسبه للمهمه اليوميه دي اللي مطلوبه مني النهارده. طيب، ملحوظه برضو عشان خاطر الناس ما تفتكرش ان هي بتعمل الروم غلط. فالمهمات دي بتاخد فتره على بال ما يبدا العداد ده يشتغل معاك. يعني انا اصلا وصلت الدقيقه كام، حوالي 17 تقريبا، وفضلت اطلع وادخل اطلع وادخل اعمل ار جي يعني للاكونت، ومفيش حاجه اتحسبت لي. بس لما لعبت كتير لقيته بدا يحسب. فلما تلاقيهم ما اتحسبوش ما تفتكرش ان انت عملت روم غلط ولا حاجه، لا خالص، ده هو بس بطيء في الحسبه، بس ولا اكتر ولا اقل. فيعني مش تقلق يعني بمعنى صح. طيب، ده بالنسبه للمهمات اليوميه. اما بقى بالنسبه للمهمات اللي هي مثلا ليها ايام معينه، فمن يوم 14 في الشهر ليوم 15، يعني يومين، 14 و15، مطلوب منك تلعب 5 ايام في روم اي سبورتس، اللي هو كده كده مطلوب منك تلعب فيه 30 دقيقه، ومطلوب منك تكسب منه مره. يعني انت خد بالك، بص الايفنت كله على روم واحد اصلا. يعني انت هتعمل ده وده في نفس الوقت مع بعض، تمام. طيب، مطلوب منك تلعب 5 روم، 5 جيم قصدي، تمام، في روم اي سبورتس، وهوريكم شكل الروم عامل ازاي. في نفس الوقت هو مطلوب منك تلعب 3 ايام منهم في روم بلاك ويندو تي. خد بالك، بلاك ويندو تي، مش بلاك ويندو بس، لا، بلاك ويندو تي، عشان بتفرق. عند الجي ام بتفرق.
وبعد ما تخلصهم دول طبعا بيتحسبوا لك، ومطلوب منك تلعب كمان 3 ايام في كومباوند تي. تمام، برضو اي سبورتس برضو، يعني حتى الايفنت كله عباره عن اي سبورتس اساسا، مش بره الروم ده. بس الثلاث مهمات دول تقدر تخلصهم يوم 14 ويوم 15 في الشهر، يعني معاك يومين تخلص فيهم الثلاث مهمات دول. طبعا بمجرد ما تخلص 3 مهمات خلاص انت كده مش محتاج تعملهم تاني، لان هم بالفعل خلصوا في اليومين المحددين. لكن لو جيت يوم 16 في الشهر وانت ما خلصتش الثلاث مهمات اللي فوق دول، فخلاص كده راحوا عليك، مش هتقدر تعملهم مره تانيه. طيب، فاحنا قلنا ان انت مطلوب منك تلعب خمسة جيم. في نفس الوقت هو طالب منك 3 جيم في روم بلاك ويندو تي، وطالب منك 3 جيم في روم كومباوند تي. يعني كده كده الاجمالي اصلا عباره عن 6 روم. واصل لك الفكره؟ الاجمالي كله عباره عن 6 روم. فانت لو عملت المهمتين دول اصلا لو انت عملت دول هتلاقي دول اوتوماتيك اتحسبوا لك، هتلاقي نفسك لعبت 30 دقيقه. اما خلاص انت بتلعب 6 جيم، فانت طبيعي تكون وصلت 30 دقيقه. بس انت حاول تكسب جيم واحد بس على الاقل من الست جيم اللي انت هتلعبها. هو ده بس اللي انت محتاج تركز فيه. ده بالنسبه ليوم 14 ويوم 15 في الشهر. طيب، بالنسبه ليوم 16 و17 في الشهر معاك برضو يومين. تمام، برضو هتلعب. خد بالك، هتلعب برضو ايه؟ روم اي سبورت. مطلوب منك تلعب جيم واحد. قصدي معلش انا اسف، مطلوب منك ان انت هنا ايه؟ تفك السي 4 على الاقل، تفكها مره واحده بس. هو مطلوب منك تفكها مره واحده، مش مطلوب منك اكتر من كده. تمام. تمام. وفي نفس الوقت هو طالب منك تلعب 3 جيم برضو اي سبورت، لكن في روم سب باس. تمام. وبرضو مطلوب تلعب 3 جيم في روم انقره تي. معلش انا اسف، هو هنا سب باس تي. سب باس تي. تمام. ومطلوب تلعب 3 جيم في روم انقره تي، برضو اي سبورتس مود. خلاص. خلاص، احفظها بقى، احفظها. كل اللي جاي عباره عن مود اي سبورتس مود. خلاص، كل اللي جاي. طيب، ده بالنسبه ليوم 16 ويوم 17 في الشهر. مطلوب منك تعمل الثلاث مهمات دول. معاك يومين تخلص فيهم الثلاث مهمات دول، يعني الاجمالي 6 جيم برضو. وده بالنسبه للايام اللي هو محددها. اما بالنسبه للايام اليوميه فهتلاقيه برضو نفس السيستم هنا، برضو هيقول لك سجل دخول يوم والعب 30 دقيقه واكسب مره. فدول تقريبا ثابتين معاك، بس كل يوم بيتجددوا. لكن دول مش بيتجددوا كل يوم، دول مطلوب منك تلعبهم في الايام المحدده، اللي هو يوم 14 و15 بس. ما ينفعش تلعبهم في بعد 15 في الشهر. ولو انت وصلت 16 خلاص دول كده اتقفلوا، مش هتعرف تفتحهم تاني، انتهى الموضوع، انتهى. تمام. طيب، بالنسبه ليوم 18 و19 في الشهر مطلوب منك تكسب 5 جيم. خد بالك بقى، تكسب 5. ماشي. برضو في روم في مود اي سبورتس مود برضو. تمام. في نفس الوقت مطلوب منك تلعب 3 جيم في مكسيكو تي، وتلعب 3 جيم في بورت تي. يعني انت الاجمالي 6 جيم اللي انت تلعبهم، والمفروض ان انت تكسب 5 جيم منهم. وطبعا لو ما كسبتش ال5 جيم فهتفضل تلعب لحد ما تكسب ال5 جيم. طبعا لما تحب تكسب ال5 جيم عادي، انت ممكن تكسب 5 جيم في رومات غير دول اصلا، مش لازم تكسبهم في مكسيكو تي او بورت تي اصلا، مش لازم. بس بما انك كده كده انت هتلعبهم عشان في ايه؟ عشان برضو في مهمه ليهم، فحاول ان انت ايه؟ تكسبهم. خلاص. ده كده الايفنت، ودي كده الجوائز. وخد بالك ان الايام ديت لازم تلعب الرومات دي في اليوم بتاعها، والجي ام مديلك يومين كاملين تقدر تلعب فيهم الرومات دي، عشان لو انت مشغول او عندك حاجات شخصيه ومش فاضي تلعب النهارده فتقدر تلعب او تعوض بكره. طبعا هو تقدر تفرم عادي، مفيش مشكله. عادي فرم، بس اعمل روم من غير باسورد، واقفل الروم عليك انت وصاحبك ولا حاجه. تمام. اما بالنسبه للروم نفسه اللي هو اي سبورتس مود اللي انا قلت لك هوريه لك، فالروم دوت عباره عن، تيجي تعمل روم من هنا اي سبورتس مود، هو ده. وطبعا الرومات اللي انت محتاجها موجوده هنا. هو طلب منك مكسيكو تي وانقره تي، وطلب منك بورد، وطلب منك ايه؟ كومباوند تي.
بس طبعا كل حاجه من دول او كل روم من دول ليه ايام مختلفه زي ما هو مكتوب عندك في الجدول. يعني هو اول يوم اللي هو يوم 14 و15 مطلوب منك تلعب كومباوند دي وتلعب ايه بلاك ويندو تي على ما اتذكر. ثواني كده نشوف هو كان كاتب رومات نوعها ايه. بلاك ويندو تي وكومباوند تي. طبعا انا وصلت لحد الليفل السادس فاخدت حوالي تقريبا كده 10 صناديق على ما اعتقد. 5 و5 اهو. ده كده بالنسبه للجوائز وبالنسبه للايفنت. يا ريت تكونوا استفدتوا ومش تنسى تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.